السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناتكم قناة الصحة والمطبخ. النهاردة معانا فيديو جديد عن نزول دم في الشهر الثاني من الحمل مع ألم في الظهر، الأسباب والمخاطر. يعد نزول الدم خلال الحمل وخاصة في الشهور الأولى من الأمور التي تثير قلق الحامل، وخصوصا إذا ترافق مع ألم في الظهر. في الشهر الثاني من الحمل يكون الجنين في مرحلة التكون، وأي تغير قد يكون له دلالات مهمة. سنتناول بإذن الله في هذا الفيديو الأسباب المحتملة لنزول دم أحمر في هذه المرحلة مع الشعور بألم في الظهر. 1. الانغراس المتأخر. في بعض الحالات قد يحدث نزيف الانغراس في نهاية الشهر الأول أو بداية الشهر الثاني، وهو نزيف خفيف نتيجة لانغراس البويضة المخصبة في بطانة الرحم، ويكون الدم في العادة بنيا أو ورديا، لكن أحيانا يكون أحمر خفيف وقد يصاحبه ألم خفيف في أسفل الظهر. 2. الإجهاض المبكر. يعتبر الإجهاض من أكثر الأسباب شيوعا لنزول الدم الأحمر مع ألم في الظهر في الشهر الثاني، ويترافق هذا النزيف في العادة مع تقلصات شديدة في البطن ونزول كتل دموية وضعف عام أو دوخة، وعند حدوث هذه الأعراض يجب مراجعة الطبيب فورا. 3. الحمل خارج الرحم. يحدث الحمل خارج الرحم عندما تنغرس البويضة المخصبة خارج الرحم غالبا في قناة فالوب. من أعراضه نزيف مهبلي أحمر، ألم حاد في جانب واحد من البطن أو الظهر، دوخة أو إغماء. هذا النوع من الحمل خطير ويتطلب تدخل طبي عاجل. 4. التهابات أو مشاكل في عنق الرحم. قد تؤدي الالتهابات المهبلية أو مشاكل عنق الرحم مثل التقرحات أو الأورام الحميدة إلى نزول دم بسيط مع ألم في أسفل الظهر. ثانيا، متى يجب القلق؟ ينبغي مراجعة الطبيبة في الحالات التالية: استمرار النزيف أو زيادته، أو وجود ألم شديد في البطن أو الظهر، أو ارتفاع الحرارة أو الشعور بالإعياء، أو توقف أعراض الحمل مثل الغثيان أو انتفاخ الثدي. وخلاصة الفيديو: رغم أن نزول الدم في الشهر الثاني من الحمل قد يكون طبيعيا في بعض الأحيان، إلا أن ترافقه مع ألم في الظهر قد يشير إلى مشكلات تحتاج لتشخيص طبي دقيق. لابد من المتابعة الطبية للتأكد من سلامة الحمل وصحة الأم والجنين إن شاء الله. في نهاية الفيديو ننوه أن المعلومات المذكورة في هذا الفيديو لا تغني أبدا عن زيارة الطبيبة. ولو الفيديو عجبكم ياريت تدعمونا بلايك وكومنت وتشاركوا الفيديو مع أصدقائكم، وتشتركوا معنا في القناة وتنتظروا مننا كل جديد في قناتكم قناة الصحة والمطبخ.